عليكم. أخيرا وصلت فريق النادي الأهلي إلى الدرجة الأولى. طبعا أنا خرجت بحصول كأس مصر. طبعا هي دي التشكيلة الأساسية اللي أنا جمعتها، وهي دي طريقة لعبي. وعندي طبعا نفك عقده ولا لا خليها بدري علشان ما نضيعش فلوس على الفاضي، ونخليها أقل. طبعا جاستون ميروم ما ينفعش مع النادي الأهلي. هنحط النجم البرتغالي رأس الحربة. التشكيلة في الحراسة عندك في الحراسة أحمد الشناوي، في اليمين عمر كمال، في الشمال فتحان ثلاثي ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم، وعندك أليو ديانج زيزو في الجناحين زيزو ورمضان صبحي. وطبعا تحت الفرويد إمام عاشور، اتنين النجم البرتغالي ووسام أبو علي. هي دي بقى التشكيلة اللي أنا بلعب بيها واللي خليتها تفوز بكأس مصر. الأهلي هيلعب مباراته مع نادي الزمالك، ويلا بينا علشان نستعد للقاء مهم أمام نادي الزمالك. السلام عليكم. واحدة من اللقاءات الكبيرة، مباراة النادي الأهلي ومباراة نادي الأهلي ونادي الزمالك على أرض نادي الزمالك. طبعا أنا مريح الدنيا، متصدر الدوري المصري، وهي دي الحلقة الأولى والفيديو الأول في اليوتيوب. الآن الفيديو الأول في اليوتيوب. وادي بص التدخل زيزو زي ما التمريرة البينية. طبعا نادي الزمالك بيضغط في أول ربع ساعة. سنبدأ اللعب بالتماس. طبعا الفيديوهات إن شاء الله كرة خطيرة، لكن هل أول تجربة للفيديو ده إن شاء الله تنجح؟ لكن بيطلع الحارس بثبات ويمسك كورته. طبعا الحمد لله طبعا وصلت فرقتي الدور من الدرجة الثالثة لحد الدرجة الأولى، وجمعت لعيبة بطاقات أعلى الحمد لله، وبليفل اللعيبة كله أعلى. وادي تمريرة بينية، لكن بص نادي الزمالك مقفل ازاي. لكن الصراحة لما بلعب على أرض بيبقى أحسن. ادي رمضان بسرعته، لكن كان ماسكه بشكل جدي دفاعات نادي الزمالك. أنا حاليا أعرف لعبة الزمالك في اللعبة، لكن من كتر التعاقدات اللي بيعملها الزمالك وأنا مقدرتش. ممكن زيزو يد العرضية التسديدة، لكن هنا فاول على. يجب أن يشكر اللاعب الحكم لعدم منحه بطاقة. لكن الصراحة الزمالك برضو من النوادي العظيمة. الصراحة الزمالك من النوادي ينفذ الركلة الحرة الكبيرة. طبعا هينتهي الشوط اللقاء الأول في الوقت المناسب. سبب كبيرة طبعا من كرة خطيرة، وممكن التسديد من هنا، لكن ادي تسديدة من هنا، لكن الحارس يمسكها بثبات برضو. يا جدعان نادي الزمالك برضو نادي محترم، الفن والهندسة. تمريرة إلى اليسار. أنا عاوز يلعب الكرة العرضية، لكن ما تلاقيش غير اللي لكن شوف النادي الأهلي، شوف الجماهير. ادي كرة خطيرة من رمضان اليوم بفوت رمضان وبيسجل، لكن عرضية من زيزو. طبعا هنا خطأ ممكن التسديد من هنا، لكن الكرة خرجت عن الحدود. رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي.
ودي كرة خطيرة، لكن هنا بص الهجمات المرتدة الزملكاوية ممكن يعملوا فيها حاجة، ممكن الانفراد تكلف الأسبوع. يا ساتر، لكن هنا برافو أحمد الشناوي، يا ولد يا ولد، يشيل انفراد مهم. اعتراض في الوقت المناسب. لازم نضغط يا رجالة. بدأوا يضغطوا وبالفعل 0-2 شوط اللقاء الأول. طيب معلش أنا فوت التشكيل الصراحة، التشكيلة أمام فرقة كبيرة زي دي، لكن دي تجربة من الثلاثي الهجومي، لكن إن شاء الله هتبقى قمة حماسية، قمة جماهيرية. ولا مرة تانية خطيرة، لكن الدفاع بص دفاع نادي تمريرة للخلف، شيء سلبي بعض الشيء. الأهلي. تمريرة تمريرة طويلة للأمام. حجان. طبعا النادي الأهلي نادي كبير، تمريرة عرضية. نادي عظيم. النادي الأهلي نادي كبير. هذه كرة خطيرة من زيزو دايما الجبهات اليسرى في الشوط اللقاء الأول شغالة. ودي كرة أخيرا لقد ظهر الشرق من جديد، لقد ظهر إمام من جديد بعد طبعا أهداف لم يسجلها إمام عاشور. أيوة كده، علشان طبعا ناخد الدوري معاكم يا أصدقاء. على الرغم من هذه الانتكاسة لا يزالون في مقعد القيادة. كده 1-0. وغادي بص طبعا ضغط هنا بسهولة، لكن هذه كورة خطيرة. زيزو ممكن تسديدة، لكن هنا بص تسديدة. هذه كورة تسديدة خطيرة، تسديدة لسه مش معقولة. التالي كان هيبقى النادي الأهلي. إرسالها بعيدا. تمريرة بينية. أعتقد دي تعويض لمباراة القمة. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. حاول تمريرة الفاشل بينية. النادي الأهلي بثلاثية نظيفة. طبعا إن شاء الله طبعا هناخد الدوري معاكم يا رجالة. نحو الأمام. أنا خدت الكاس. تمريرة طويلة هذه للأمام. كورة خطيرة، تسديدة مش معقولة. إن شاء الله لو لقيت صورة الضغط أجبرهم على الخطأ. مع الكاس. طبعا أنا خدت الكاس ده وبتذكر من نادي سيراميكا، كأس مصر من نادي سيراميكا. سنبدأ اللعب بالتماس. لكن ده أول فيديو معانا إن شاء الله، وهننزل قريب، وإن شاء الله بعد الامتحانات. وفق الله كل طلاب مصر إن شاء الله. تمريرة خطيرة، يا سلام العرضية، لكن هنا زيزو زودها أزيد من لازم وتطلع برا وتبقى ضربة مرمى. طبعا لو اتكلمت عن الدرجة التانية برضو خدت كأس مصر، ولو خدت الدوري ده هيكون تالت دوري على التوالي أخده، وأتأهل لدوري أبطال أفريقيا. طبعا أنا متصدر الدوري بعد الماتش، وادي كده فاول لمصلحة نادي الزمالك. بعد الماتش طبعا هوريكم مين المتصدر الدوري. طبعا نادي دي كرة تسديدة، لكن هنا يا ولد يصدق أحمد الشناوي مش محمد الشناوي. محمد الشناوي طبعا عندنا اتعزل. كورة خطيرة ممكن اللفة التسديدة، لكن تسديدة اللفة حلوة أوي. أحلى حاجة إن أنا أصلا نفسي ألعب في أرضي أو على أرضي، بس تكون اللعيبة دي التسديدة، لكن تسديدة بصراحة اللعب على الأرض. تمريرة بينية. تصدي رائع. طبعا اللعب على الأرض بتبقى اللعب حلو والتكتيك حلو. حاول تمريرة بينية. يفشل في الاحتفاظ إن شاء الله طبعا هنشوفه تكتيكي إن شاء الله. فقدان الاستحواذ. طبعا قبل كده بعت حسين الشحات، موقع في القائمة، وبالفعل طبعا 0-2 الشوط اللقاء الأول.
صافرة النهاية، الأهلي بيفوز بهدف مقابل لا شيء. ضيقا جدا إلى أن النتيجة تستحق العناء. طبعا دلوقتي هنوريكم ادي الاحصائيات لو عاوزين تقروها. نسيت اعمل لقطات الهدف، بس يلا انتوا كده كده شايفينها. وادي الدوري اهو، سنة كده الدوري بيشتغل ولا لا؟ المباراة اشتغلت والدوري بيشتغل اهو، وادي امامكم الدوري. الاهلي طبعا التصدر. كده خلصت حلقتنا الأولى على التوالي. طبعا إن شاء الله هنقابل نادي إنبي في المباراة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم سيف أسامة، إلى اللقاء.